في الفيديو ده اقول لك على خطه ازاي تقدر من خلالها تعلي من مستواك بشكل ملحوظ في رمضان، وكلها مصادر مجانيه تماما، ومش هتدفع اي فلوس خالص، ولا هتاخد كورسات، ولا هتعمل اي حاجه ممكن تكلفك. طبعا كل اللي انت محتاجه ان انت تتفرج على الفيديو ده للاخر وتتابع معايا، ويكون لازم معاك ورقه وقلم، علشان كل حاجه هنقولها هنعملها بشكل عملي في الفيديو دوت، وهوريك ازاي انت تقدر تعملها لوحدك. طبعا هتلاقيني كمان مقسم لك كل حاجه بتوقيتات بسيطه، بحيث ان انت ما تزهقش. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش برضو وقت كتير، تقدر تستفيد من الخطه اللي احنا هنعملها في الفيديو دوت علشان تحسن من مستواك. طبعا مبدئيا انت لازم تكون عارف اولا قبل ما تعمل اي حاجه، لازم نعرف مستواك ايه. ممكن انت يكون مستواك متقدم، ممكن يكون مستواك عادي، ممكن يكون مستواك ضعيف. فهنبدا اول حاجه بتحديد المستوى. فعشان تكون عارف هنعمل ايه في الفيديو دوت، هعرض عليك ويب سايت تقدر من خلاله تحدد مستواك، وهوريك تعمل ده ازاي. وبعد كده هنبدأ ندخل على مرحلة الريدنج او القراية، وهجيب لك ويب سايت يخليك تقرا على قد مستواك بالظبط. وبعد كده نعمل listening برضو على حسب مستواك. وبعد كده application يخليك تتكلم مع الناس وتقدر تستخدم الحاجات اللي انت بتتعلمها بالفعل. فطبعا لو انت مشيت على البلان ديت وعملتها كل يوم، اكيد مستواك هيتحسن. وتيجي مثلا بعد رمضان تحدد مستواك تاني، لازم يكون في تحسن عن المستوى اللي انت عليه دلوقتي. هات كوبايه القهوه بتاعتك واعمل لايك وسبسكرايب واتفرج على الفيديو للاخر، ويلا بينا. طيب تمام، دلوقتي اول حاجه هنبدا نعملها هو تحديد المستوى. انت طبعا لازم تعرف مستواك ايه قبل ما تدخل في مرحله الليسننج والريدنج وما اعرفش ايه. لازم اولا تعرف مستواك. الويب سايت ده اسمه EFSET. ده يعني من وجهة نظري من احسن الويب سايتس اللي انا شفتها حاليا يقدر يحدد مستواك. طبعا تحديد المستوى فيه مش هيبقى دقيق بنسبة 100%، بس ممكن مثلا يكون مثلا 95%. يعني عادي ممكن تعتمد عليه، مفيش اي مشكلة خالص. يعني اول ما بتفتح الويب سايت بيبقى الويب سايت ظاهر كده زي ما انت شايف. طبعا اكيد هسيب لك اللينك في الديسكربشن. فبيكون الويب سايت ظاهر كده. انت طبعا بتدوس test your English now. اوكي، طبعا بيبقى عندك هنا في كذا اختيار. ممكن طبعا تختار ال 90 دقيقة، وده طبعا بيحدد مستواك من حيث الريدنج والرايتنج والليسننج والسبيكنج وهكذا. بس طبعا بيكون بيختبر كل حاجة وبياخد وقته بقى معاك. فانت لو عندك وقت ممكن تاخد ال 90 دقيقة، او ممكن تاخد ال 50 دقيقة، او ممكن تاخد الربع ساعة، ال 15 minutes. طبعا هو هنا بيقول لك لو انت ما عندكش وقت ممكن عادي جدا تاخد ال 15 minutes. ده اللي احنا هناخدها دلوقتي. طبعا انا بوريك بس كده بشكل عام انت ممكن تعمل ايه، لكن احنا اكيد مش هنعمل البليسمنت يعني في الفيديو دوت عشان وقت الفيديو. يعني طبعا بتدوس ستارت تيست ناو. هنا طبعا بدأ معايا بالريدنج. انت ممكن يبدأ معاك بالريدنج، ممكن يبدأ معاك بالليسننج، ممكن يبدأ معاك بحبة جرامر كويشنز، عادي مفيش اي مشكلة. هو بيديك كده تشكيلة من الحاجات اللي هيبدأ يحدد مستواك من خلالها، وفي الاخر بيديك سكور وبيديك مستوى، يقول لك انت مستواك ايه حاليا. طبعا ريدنج بيقول لك انت معاك 7 دقايق ونص ريدنج. خلينا كده نقرا هو كاتب ايه. بيقول لك the questions in this test may get harder or easier to adapt to your level. Use the progress bar to pace yourself so that you have time to answer all the questions. You will not lose points for incorrect answers. Once you submit an exercise, you cannot go back. فيما معناه طبعا القرايه اللي انت هتعملها هتبقى اصعب مع الوقت وانت بتقرا. فانت لازم تاخد بالك من النقطه دي. وبيقول لك طبعا انت حتى لو عملت incorrect answer مش هتلوز بوينتس. وكمان بيقول لك خد بالك من الوقت زي ما انت شايف هنا. لما احنا طبعا بنسيبه شويه هو بيقول لك ان انت اكيد مش موجود، فبيبدا ان هو يقفل التست. طبعا هنا بعض الاسئله اللي هتبدا تاخدها بيقول لك ان انت عندك 10 sentences، وبيقول لك اختار ال best word. choose the best word or phrase that best completes each sentence. وعايزك هنا تختار الكلمة المناسبة أو أفضل كلمة مناسبة للعبارة اللي أنت شايفها دي. وطبعا زي ما أنت شايف هنا عندك فوق، هنا أنت طبعا شغال في الريدنج، فكاتب لك هنا reading. وده طبعا الوقت بتاعك. أنت معاك 6 دقايق، ناقص لك 6 دقايق وحوالي 30 ثانية. فأنت طبعا لازم تكون سريع وتحاول إن أنت تنجز بسرعه بحيث تجيب اعلى سكور. لو انت طبعا مستواك كويس تقدر ان انت تقرا بسرعه الجمله وتحط الانسر وتدوس نيكست وتخلص الريدنج على طول. اوكي، ده كان بالنسبه لتحديد المستوى وخلصنا منه. خلاص انت عرفت مستواك ايه. هتبدا بقى تشتغل على جزء القرايه. اوكي، بعد طبعا ما بتحدد مستواك وتعرف انت مستواك بقى ايه، سواء A1 A2 B1 ايا يكن هو ايه، تبدا بقى تشتغل على جزء القرايه. طبعا الويب سايت دوت اسمه News in Levels. الويب سايت دوت بيديك قرايه على حسب مستواك انت ايه. شوف انت بقى مستواك هيطلع ايه، وتبدا ان انت تعمل ريدنج على حسب مستواك. طبعا كل الويب سايتس دي هسيبها لك في الديسكربشن، فانت ما تنساش تبص على الديسكربشن
وانت بتنزل كده ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب علشان تستفيد من الفيديوهات اللي جايه. طبعا انت مثلا هنفترض ان انت طلعت مثلا ليفل 3. اوكي، هتدوس مثلا تختار مثلا انت ليفل 3 وتبدا مثلا ان انت تقرا الارتيكل اللي هو كاتبه لك ده. بتقرا طبعا، هو طبعا لما انت بتزود الليفل بتاعه بيديك كلمات اصعب شويه والقرايه بتبقى معقده شويه الى حد ما، فانت بتبدا تختبر نفسك طبعا. وطبعا الكلمات اللي هو حاسس ان هي جديده عليك بيبدا يكون معلمها لك بالاسود كده زي ما انت شايف، او باللون اللبني دوت، ويقول لك معناها ايه. ممكن طبعا انت لو عايز تسمع الارتيكل دوت ممكن تسمعه عادي كمان وانت بتقرا، يعني هيبقى عندك في الليسننج انت بتسمع وبتقرا. اوكي، اخر ويب سايت هتستخدمه في الليسننج، وده طبعا انا شخصيا بحبه جدا لان فيه حاجات كتير وكلها متقسمه على مستويات، هو ELLO، وطبعا هتلاقيه في الديسكريبشن عندك. اول ما تفتح الويب سايت بيبقى شكله زي ما انت شايف كده، بتفتحه بيقول لك welcome to ELLO. بتبدا طبعا ان انت تقول له والله انا سواء انا beginner A1 ولا beginner A2 ولا مثلا intermediate ولا advanced. هنفترض مثلا ان انت مستواك حاليا B1، هتدوس على B1 عادي جدا. هتفتح B1 عندك كل دي مواضيع هو فيها conversation وفيها كمان reading. لو فتحنا مثلا حاجه، مثلا فتحنا مثلا ده، طبعا هو بيقول لك اتنين بيكلموا بعض، واحده اسمها ريتشل وواحد اسمه تود، وبيكون جايب لك الجنسيات بتاعتهم كمان، يعني ريتشل من استراليا وتود من US. بتبدا طبعا شغل انت الفيديو من هنا وتبدا تسمع بقى القصه هما بيتكلموا في ايه، وتشوف مثلا هل انت فاهم. تبدا تختبر نفسك، والله انا فاهم بنسبه قليله، لا انا مش فاهم قوي، طب انا فاهم كويس جدا. خلصت مثلا الاستماع ممكن تنزل تحت على طول، تدخل هتلاقي هنا عندك كويز، تحاول تختبر نفسك هل انت قدرت ان انت تفهم كل حاجه ولا لا. لو انت حاسس نفسك ان انت نص نص او في كلمات بتقع منك ممكن تبص على السكريبت، ولو انت حسيت نفسك ضعيف جدا فهتضطر ان انت ترجع وتقلل المستوى تاني اكتر. اوكي، اخر حاجه انت المفروض تعملها هنا ان انت تحمل ابلكيشن اسمه هالو توك، او في ابلكيشن تاني اسمه لينج بي، بس هالو توك ده المفضل بالنسبه لي لان ده انت من خلاله هتقدر ان انت تتكلم مع ناس. طبعا الكلام مع الناس هو افضل طريقه جدا تخليك تتعلم، ولكن مش لوحدها، لازم برضو انت تقرا زي ما قلت لك هتقرا ازاي، وتسمع زي ما قلت لك هتسمع ازاي. طيب الحاجات دي كلها انا اعملها في وقت قد ايه، او كم مره في اليوم، او تاخد مني المفروض وقت قد ايه في خلال اليوم علشان اقدر ان انا اعملها وابقى منتظم عليها؟ من وجهة نظري انا شايف ان انت الريدنج اللي هتعمله على الويب سايت بتاع الريدنج ده هيكون مثلا من 15 ل 20 دقيقة يوميا. عندك مثلا وقت تاني اكتر ممكن تقرا اكتر، ما عندكش وقت ما تقلش عن 20 دقيقة أهم حاجة، يعني من 15 ل 20 ده الافريج، وتعمله كل يوم. ممكن مثلا أنت قاعد مثلا فاضي مثلا شوية، ممكن أنت خارج في مكان فقاعد مثلا مستني حد أو ما بتعملش أي حاجة، عادي ممكن تطلع أي حاجة كده جزء كده وتقراه. وطبعا بعد ما بتقرا وتخلص تبدأ تخش على الليسننج، اعمله برضو من 10 ل 15 دقيقة على حسب ما تخلص الفيديو. ممكن تاخد مثلا فيديو واحد تعمل له ليسننج وبعد كده تحل الأسئلة اللي عليه وتشوف نفسك هل أنت قدرت تحلها كلها ولا لا. وطبعا بالنسبه لاستخدامك هالو توك، انت كده كده يعني بتتكلم مع ناس، فانت هتدخل هتتكلم مع حد، الشخص ده يرد عليك، هتبدا ان انت تبراكتس معاه في كلمات جديده انت هتطلعها من الليسننج والريدنج على حسب مستواك حاليا. ما تنساش ان انت لازم تستخدم الكلمات ديت وانت بتتكلم مع الناس عشان تعلي من الفوكابلري بتاعتك. بس كده، ودي كانت ابسط خطه ممكن تعملها في رمضان لحد اخر رمضان. لو مشيت على الخطه دي بالظبط من دلوقتي لحد اخر رمضان، اعمل تاني بليسمنت لنفسك على نفس الويب سايت اللي عندك، حدد مستواك مره كمان، وهتلاقي في فرق في المستوى بتاعك بشكل ملحوظ. طبعا اكيد ما تنساش لو انت لسه عندك اسئله ممكن تسيبها لي في كومنت، ولو انت كملت الفيديو للاخر وهتنفذ فعلا الخطه ممكن ان انت تعمل سبسكرايب وتسيب لي كمان كومنت تقول لي انت حاليا بتتمرن ازاي، واشوفكم في فيديو جديد.